السلام عليكم. النهاردة هنعمل صينية فراخ اقتصادية وموفرة جدا، هنأكل البيت كله. لا وكمان طعمها لذيذ جدا وخطيرة، طريقة حلوة قوي، أنا بحب أعملها على طول. بسم الله ونبدأ في الطريقة. معايا نص كيلو من أجنحة الفراخ، هقطع الجزء الأخير ده ملوش أي لازمة، وكمان الجزء ده بيخلي الفراخ طعمها مش حلو. هقطع الجناح لنصين وتبقى نص كبير كده ونص رفيع. هعمل كده في كل الكمية اللي عندي. اهم حاجه واحنا بنعملها لازم تكون السكينه حاميه عشان ما تغلبناش. السكينه اللي معايا ما كانتش حاميه فتعبتني قوي. اجنحه الفراخ بيبقى طعمها لذيذ جدا وبيبقى فيها لحم كتير. بعد ما قطعت كل الكميه احط عليهم نشا. هستخدم حوالي معلقتين او 3 نشا. انا عايزاها تتغلف كلها بالنشا، هتاكد ان هي اتغلفت بالنشا من كل اتجاه. مش هحط عليها توابل او اي حاجه ولا حتى هحط عليها ملح. النشا هتديها قرمشه وهتخليها كمان ما تشربش زيت. هقليها في طاسة فيها شوية زيت صغيرين، مش لازم نقليها في زيت كتير، هي مش بتشرب زيت خالص. بتاخد معانا في التسوية دقيقتين أو 3 بالكتير، ما بتاخدش وقت خالص. احنا مش عايزين يكون ليها لون أو أي حاجة. هي ما بتاخدش في تسويتها وقت كبير، بتبقى زي الجمبري كده بتستوي بسرعة. بعد ما قليت كل الكمية اللي عندي، في أجزاء خدوا لون، الأجزاء دي بتكون ناشفة شوية، عشان كده بقول لكم ما تخلوش ليها لون. وهنعمل الصوص اللي تتحط فيه، احنا عملناه قبل كده في فيديو لوحده، هنقوله سريعا كده. حط معلقتين كاتشب ومعاهم معلقة سكر ومعلقة توم مفروم ومعلقة جنزبيل مفروم، جنزبيل فريش. واحط كمان معلقة عسل جلوكوز. العسل الجلوكوز طعمه مش مسكر خالص، بس هو بيدي قوام تقيل. واحط 4 معالق من الصويا صوص الخفيف، واحط معلقتين من الصويا صوص الغامق. دي نقطة وقعت ملناش دعوة بيها. وهحط نص معلقة شطة. كمية الشطة زي ما انتوا عايزين، ممكن تحطوا شطة كتير او قليل زي ما انتوا بتحبوها تكون حراقة ولا مش حراقة. هنقلب الصوص ده مع بعضه كويس لحد ما عسل الجلوكوز والصويا صوص يمتزجوا مع بعض وكمان السكر يكون داب. هحط معلقتين زيت وهقلبهم كويس مع بعض. كده الصوص بيكون خلص عندي. هنجهز المرحلة التانية من قلي الأجنحة. هحط فيها بصل أخضر بسيط. البصل الأخضر بيبقى حلو قوي مع الصوص ده، يعني لو عايزين تحطوا جوه الصوص ده بصل اخضر وتحطوه على اللحمه او على اي حاجه تانية او حتى على الفراخ المشويه تبقى حلوه قوي. بجد البصل الاخضر بيفرق جدا في الصوص ده، والصوص ده بيبقى حلو جدا مع الفراخ، ممكن كمان يبقى مع المكرونه كمان بيبقى حلو قوي. بعد ما الصوص سخن هنزل اجنحه الفراخ، هنزل الاجنحه في الصوص واقلبها كويس وهنسيبها تكمل تسويه على النار، يعني هنسيبها حوالي دقيقتين. لو حسيتوا ان الصوص تقيل شويه ممكن تحطوا معلقتين ميه علشان أجنحة الفراخ كلها تتغلف بيه. بيكون أحسن لما نخففه عشان لما يقعد على النار أجنحة الدجاج بتشربه، واحنا عايزينها لما ناكلها تبقى مليانة صوص. هحطها دقيقة أو دقيقتين مش أكتر. هي كده خلاص بتكون خلصت عندي. هحطها في طبق وهحط عليها من فوق بصل أخضر. هي كده خلصت، شكلها لذيذ وحلوة قوي، تجوع بجد اللي مش جعان. الطريقة دي دايما بنشوفها في الفيديوهات الكوري، بيبقى شكلها حلو قوي كده ولونها أحمر. هي بتتقدم كده بترش عليها من فوق بصل اخضر وكمان سمسم. السمسم والبصل الاخضر دايما بيبقى اساسي في الاكلات الاسيويه. بصوا شكلها لذيذ وطعمها حلو قوي، مستويه من جوه وخطيره، يا ريت تجربوها. كده وصفتنا خلصت. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.